صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي. سلام حبيباتي، سلام خواتاتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم حبيباتي جبت لكم حلوه سهله وسريعه، خاصه كما قلت لمحبي السهل والسريع والبنه في نفس الوقت، وتجي بنينه بزاف بزاف، تجي عندها جو خاص، تجي في البنه تاعها بزاف بزاف بنينه وسهله وسريعه كما قلت، توجد في وقفه. كملوا معي حبيباتي الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، ونتمنى تنال الاعجاب تاعكم. ودا عجبكم حبيباتي الاكثر تاعنا تاع النهار اليوم، ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، تخليو لي تعليق مشجع، وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء فضلا وليس امرا. شكرا لكم. نبداو في الطريقه. هنايا المكونات عندي، هنايا نص باكي من هذا الباكي تاع الكوفريت، حطيت غير نص باكي فقط، نص علبه هذه الصغيره كامل من الشاميه، نحاول نفتفتها هذا بالطريقه هذه وندخلها مليح مع الكوفريت. هنايا الحشو كيما حبيتو ديروا، تقدروا ديروا الكوفريت هنايا مع الشاميه كيما درت، كيما ديروا تقدروا تضيفوا شويه كاليل من القطايف، كيما تقدروا تضيفوا شويه كاوكاو، الاختيار اكيد ليكم. جوج هنايا ملاعق كبار بومبي مليح مليح من الشوكولا، انا استعملت اوبتيلا هذه. هايدا لميتها مليح مليح. هنا كما كتلاحظوا انا ما زيدتش، جاوني زوج ملاعق بومبي مليح مليح. نتوما حاولوا ديروا الحشو تاعكم شويه مايل للطراوه، ما يكونش مايل ما يكونش ناشف، يكون مايل شويه للطراوه، يكون طري بزياده. هنا نوليو العجينه تاعي، نحتاج 125 غرام من مارغرين بحراره الغرفه مع فنجان قهوه من زيت المائده. ندخل الزيت مع المارغرين مليح مليح. انا شويه هنا كان بارد الحال، ما اسمها الزبده شويه بالدرع باش تخدمت معايا. هذه استعملت يديه. نحتاج نص كاس من السكر الرطب، نحاول ندخلهم مليح مليح مع بعضهم. كما تقدروا تستعملوا الفويخلاف كذلك ولا بالايدي عادي. رشه ملح، ونحاول نضرب ولا نخلط مليح مليح بالفويه هذيك تندمج المكونات كامل مع بعضهم مليح. نبدا نضيف في البيض حبه بيض كامله وصفر بيضه، نحتاج حبه بيض كامله وصفر بيضه. نخلطهم، لازم نخلطهم مليح، لازم يدخلوا المكونات مع بعضهم مليح مليح حتى ينسجموا، باش نبدا نضيف باقي المكونات. نص كاس من النشا المايزينا او ما يعادل 3 ملاعق كبار. تجي بزاف حلوه سهله وسريعه. نص ملعقه من لافاني، وبنينه بزاف بزاف. نبدا نضيف الفرينه الكاس الاول، ونص ملعقه صغيره خلاص كامل من لاليفير الكاس الثاني تاع الفرينه، ونجمع هنايا العجينه تاعي. من الاحسن ما نعجنش، نجمع فقط. انا من الاحسن نستعمل الايدي باش نحس بقوام العجينه. لم فقط، ونبدا نضيف الفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه، ما تكونش كاسحه وما تكونش طريه بزياده. انا حوالي بالتقريب نداو لي 2 كؤوس ونصف من الفرينه. ها كما كتلاحظوا العجينه تكون طريه. نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها على جانب. الحشو هذاك تاعي كنت حطيته في الثلاجه يحكم روحو شويه. وهنايا نبداو نكورو كويرات الحشو تاعي. انا وزنتهم بالميزان، نتوما ما عندكمش الميزان بالتقريب يكونوا صغارين. انا بالميزان وزنهم بين 10 ل 12 غرام، من 10 ل 12 غرامات. نكورهم كامل ان شاء الله ونوليو نكمل المراحل المتبقيه. هنا كما كتلاحظوا نعطيهم كيس بلاستيكي ونخليهم على جنب. نوليو العجينه تاعي، انا كورتهم هنايا 25 غرام. نحاول نفتح العجينه تاعي نرككها مليح، ونحط الحشو في الوسط، ونحاول نغلق عليه مليح مليح، ونعدل الكويره تاعي بالطريقه كما موضحه في الفيديو. نزيد حبه معكم. بزاف سهلين، هذه الحلوه بزاف سهله وسريعه، والاكيد والبنه بزاف بنينه. تجي الكو تاعي تجي بزاف بزاف بنينه.
نحاول نكورها مع هذا نعدلهم مليح مليح ونحطهم في السنيوه اللي دخل الفرن على درجه حراره نسخن الكوشه تاعي 10 دقائق من قبل على درجه حراره 180 درجه في الرف الوسط. انا كما كتلاحظوا بعد ما حمروا لي من تحت شعلت عليه من الفوق على الخفيف هنايا فقط يحمروا لي خلاف الخفيف هنايا شويه فقط ونضل نحيم من الكوشه ونخليهم يبردوا على جانب. يعني كما موضحين في الفيديو حمروا من تحت فقط شويه ومن الفوق خلاف كذلك حمروا شويه. نجيب صحن هنايا حطيت ملعقه من معجون المشمش مع ملعقتين من العسيله. نحاول ندخلهم مع بعضها مليح مليح حتى يتجانسوا. معجون المشمش مع العسيله انا كما كتلاحظوا حتى يتجانسوا مليح. ونجيب البانسو وندهن حبات الحلوى تاعي بالطريقه هذه. ونرمضهم هنايا في الكوفريت يعني رحيته ونرمضهم في الكوفريت مليح مليح كما تحبوا ترمضوهم في الكاوكاو يعني اختياري. تحبوا ترمضوهم في الجوز الهند يعني اختياري كما حبيتو حبيباتي. يعطيكم فكره وانتم ديروا كما حبيتو. نحاول نضغط عليه هنايا مليح مليح ونرمضهم مليح مليح. نزيد حبه معكم هنايا نرمضهم بالطريقه هذه بالكوفريت. نكملهم انا ان شاء الله كامل ونولي نشوفهم ان شاء الله في الشكل النهائي. يعني توجد هذه الحلوى بالخف بسرعه توجد. بعد ما كملتهم كامل انا زينتهم من الفوق. كانوا عندي هنايا حبات كرز قسمت الحبات الكرز تاعي الوسط وحطيتهم هكذا من الفوق. انا زينتهم تزيين خفيف يعني كما قلت حلوة اقتصادية سهلة وسريعة توجد بالخف والبنة بنينة بزاف بزاف بزاف. جربوها حبيباتي وراح تعجبكم ان شاء الله. لو نقسم معكم حبة ان شاء الله. وما من في التسلق حبة خلاف كذلك بيدي تشوفوا كيش يعني تجي هشيشة ومبسة. هاكي يجي محشيه لداخل يعني الحشو تاعي يجي بزاف بنين يعني بسيط ويجي بزاف بزاف بنين. كما تقدروا تحبوا تقدروا ديروها بلا ما تحطوا هذا كويرات تقدروا ديروها في اي مول عندكم السيليكون يعني تاع الكولوب تاع الورود اي مربعات مثلثات اي كما حبيتوا ديروها. نتمنى حبيباتي يعجبكم الاكثر راح تاعنا تاع نهار اليوم. ما تنساوش ديروا جيم حبيباتي الفيديو وتخليوا لي تعليقكم وتشجعوا تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. شكرا لكم.